زملكاوي جميل. يا زمالك يا مدرسة، لعب وفن وهندسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. الزمالك نجح في نصف نهائي كأس السوبر المصري بفوز مثير على بيراميدز بركلات الترجيح بعد مباراة مشتعلة تكتيكيا وفنيا، لكن المفاجأة الحقيقية يا جماعة أداء الفريق اتغير بشكل واضح بعد أيام قليلة من تولي أحمد عبد الرؤوف القيادة الفنية للفريق. في الفيديو ده هنعمل تحليل شامل وفني لكل لحظة في المباراة، وهنكشف تأثير كل تبديل على طريقة اللعب. نبدأ أولا يا جماعة بتشكيل المباراة. أحمد عبد الرؤوف بدأ المباراة 4-2-3-1 بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، باك يمين عمر جابر، باك شمال أحمد فتوح، سد باكين الونش ومحمد إسماعيل. قدام في نص الملعب أحمد ربيع ديفندر 6 جنب محمد شحاتة مركز 8، قدامهم ناصر ماهر بلاي ميكر 10. على يمين عدي الدباغ جناح يمين، على شماله محمود بنتاج جناح شمال، قدام راس حربة وحيد عمرو ناصر. الزمالك بدأ المباراة يا جماعة مركز على الضغط المتوسط لتقليل الفراغات في نص الملعب، تنظيم دفاعي محكم وخطوط متقاربة لتقليل استغلال بيراميدز للمساحات. نبدأ يا جماعة أول حاجة الشوط الأول. هنتكلم عن الناحية التكتيكية. الزمالك بدأ المباراة محافظ على توازن دفاعي وهجومي مع ضغط متوسط على حامل الكرة. بيراميدز حاول يستفيد من الأطراف اللي هي طبعا نقطة القوة بتاعتهم، لكن خط الظهر بالنسبة للزمالك والدفاع كانوا متحركين بشكل ممتاز مغطين المساحات وراهم. في الدقيقة 42 إصابة لعدي الدباغ، طبعا دخل مكانه أحمد شريف. التحليل بالنسبة للتغيير دخول شريف أعطى تحرك أكتر وادى حرية بين الخطوط وساعد على ضغط هجومي على فريق بيراميدز، لأن طبعا الدباغ لاعب يعتبر بردك ثابت، إنما أحمد شريف لاعب متحرك. الشوط الأولاني يا جماعة انتهى 0-0، لكن التنظيم الدفاعي للزمالك كان ممتاز مع مراقبة مفاتيح لعب بيراميدز اللي هي طبعا الكارتي، واللي هي نقط القوة عندهم الكارتي ومايلي والشيبي، هم دول يعتبروا أبرز اللعيبة اللي كانوا موجودين مفاتيح لعب بالنسبة لبيراميدز. نيجي بقى يا جماعة للشوط الثاني. الشوط الثاني حصل فيه تغييرات ذكية من عبد الرؤوف. أول تغيير دخول عبد الله السعيد بدلا من أحمد ربيع. طبعا دخول السعيد زود الإبداع وصناعة اللعب في نص الملعب، لأن طبعا بالنسبة لأحمد ربيع لاعب نمطي، هو بيقفل مساحات عشان يقفل دفاعيا، إنما السعيد عنده الحتة الهجومية كويسة. السعيد ساعد على توزيع الكرة بشكل أفضل. التغيير الثاني شيكو بنزا نزل بدل محمود بنتاج. طبعا شيكو بنزا فتح اللعب وساعد على الضغط على دفاعات بيراميدز من الأطراف، فطبعا دي كانت نقطة كويسة. وحد طبعا من تقدم الشيبي، لأن طبعا الشيبي لاعب عايز مساحات، طبعا شيكو بنزا لاعب سريع، لما يبقى لاعب سريع قصاد لاعب سريع دي بتقلل من فعالية اللاعب اللي هو عايز يهاجم. الدقيقة 77 تبديل مزدوج من أحمد عبد الرؤوف، سيف الدين الجزيري وسيف جعفر بدلا من شريف وعمرو ناصر. طبعا طلع أحمد شريف وعمرو ناصر. طبعا التبديل ده أعطى سرعة هجومية أكبر وعمل ضغط على دفاعات بيراميدز كان بصورة مكثفة، وخلق فرص أفضل لركلات الترجيح، لأن احنا عارفين إن سيف الدين الجزيري عنده حتة تصويب ضربات الجزاء كويسة جدا. نيجي بقى يا جماعة للتكتيك العام. التحولات السريعة بعد ما الزمالك بيستعيد الكرة الفريق بيهاجم على الأطراف مع دعم من الوسط. تاني حاجة ضغط منظم، كل لاعب عارف دوره. خطوط الدفاع أقرب من الوسط لتقليل المساحات. الاعتماد على الفردية الذكية زي مهارات شريف وشيكو بنزا لاستغلال المساحات. نيجي بقى يا جماعة لركلات الترجيح. اللاعبين يا جماعة كانوا مركزين جدا نفسيا، وده نتيجة التدريب الذهني السريع من المدرب. عواد أنقذ ركلة حاسمة والزمالك حسمها 5-4. التحليل. التنظيم التكتيكي الدفاعي والهجومي ساعد على تقليل ضغط بيراميدز في الدقائق الأخيرة قبل ركلات الترجيح. دور أحمد عبد الرؤوف. هنتكلم هنا عن دور المدير الفني أحمد عبد الرؤوف في نقاط. أول حاجة التغييرات كانت مدروسة لكل شوط. تاني حاجة أعاد الفريق إلى تنظيم دفاعي هادي لكنه تنظيم فعال. تالت حاجة رفع الحالة النفسية والروح القتالية للاعبين. رابع حاجة خلق توازن هجومي ودفاعي بين الخطوط.
خامس حاجة، في أيام قليلة جدا الفريق لعب بشكل ذكي ومتماسك تكتيكيا رغم الضغط الكبير في نص الملعب. بصوا بقى يا جماعة، الزمالك بقى فريق ذكي منظم ويعرف امتى يضغط وامتى يحافظ على الكورة. عبد الرؤوف غير الأداء في أيام قليلة، لكن هل يستحق الاستمرار ولا لا؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعة يا أجمل جمهور.